كأس الرابطة النهارده الزمالك كان بيلعب مع فيوتشر قبل على طول لقائه مع الفرقة في الكونفدرالية. فرقة اسمها غريب وصعب يعني. المهم الزمالك بدأ اللقاء بتشكيل محمد صبحي، محمود بنتايج، أحمد حسام، الزناري، وأحمد محمود جهاد، سيف جعفر، وأحمد عبد الرحيم إيشو، محمد حمدي، ناصر ماهر، ناصر منسي. خليني أقول لك إن أحلى اتنين لعبوا في اللقاء هو محمد حمدي النهارده وناصر ماهر. سيف جعفر بيحاول، واضح انه بعيد. عبد الرحيم ايشو بعد ما كان رجله في الارض بعد. الكلام ده كان مع طبعا مدرب قبل بيسيرو. ايشو بعيد. جهاد واضح برضو مش عارف بعيد، مع ان جهاد المفروض يعني افضل من كده بكتير. الزناري واحمد حسام واقفين على رجليهم حلو. احمد محمود عنده يا ريت يستمر، عنده يشتغل اكتر من كده بكتير. صبحي كويس ولكن ساعات بلاقيه مش كويس. دي الفكره. بنتايج مش عارف، حاسس النهارده مهزوز شويه، مش هو بنتايج اللي احنا عارفينه. الزمالك دخل المباراه بيلعب ها. الفكره بقى من الجماهير، هو انتوا مستنيين حاجه من الزمالك في كاس الرابطه او كاس مصر يعني المسمى حاليا؟ انتوا ما تستنوش حاجه من الزمالك ولا تستنوا حاجه من الاهلي. بيراميدز هو اللي مكمل وبيلعب، ممكن تستنى بيراميدز. لكن الزمالك والاهلي صدقوني هم داخلين يجربوا لعيبه في البطوله دي. فالناس اللي مستنيه حاجه صدقوني ما تستنوش. انت بتتفرج على الفرقه اللي انت بتحبها سواء زمالك او اهلي، تمام؟ عشان شغل التحفيل اللي احنا بنشوفه اللي ملوش اي لازمه والتسخين سواء من هنا او من هنا، الاثنين مش هيعملوا حاجه في البطوله. مش عايزينها، ده هم مش حاطينها في حساباتهم حاليا. هم حاطين بطولات تانية في حساباتهم. يعني الزمالك معلش بعد يومين هيريح يومين ويلعب الثالث، هيلعب في الكونفدراليه لقاء، اللي يخسر يطلع بره البطوله. فايه اللي يخليني العب بتشكيله اساسيه دلوقتي؟ انا محتاج الماتش؟ لا عادي بجرب بيه. هو بسم الله ما شاء الله النهارده جرب كل اللعيبه اللي كانت قاعده على الدكه وبعد كده راح منزل ناشئين كاملين. فهو الزمالك مش محتاج حاجه من البطوله، ولا نفس الكلام الاهلي محتاج حاجه من البطوله. هم بيجربوا لعيبه كامله. فشغل التحفيل شغل مش عارف ايه ده ملوش لازمه. كلقاء في كاس الرابطه كلها لقاءات عاديه، كلها لقاءات تجريبيه. يعني من حيث ان ايه، كل واحد كده بنشوف ده عندي ايه وده عندي ايه من الاخر. بس لكن كتجريب حلو. انا النهارده فرحان ان هو نزل ناشئين كتير. بس الفكره كلها بقى وانت بتتفرج على الماتش، الناشئين محتاجين ثقه. يعني بره لما تتفرج على الناشئ وهو نازل، لا انا نازل اكل النجيله. هنا مفيش ده. انا حاسس ان الناشئ مش عارف، انا مقلق اباصي صح، مقلق اشوط صح، مقلق مش عارف ايه. يعني شوفوا يا جدعان اقرب مثال لاي ناشئ ويا ريت ياخدها قاعده ويحطها في دماغه. اتفرج على لامين يامال، اتفرج على ساكا، اتفرج على كل دول. ما دول صغيرين سنا. انا مش بكلمك على ناس عندها 25 سنه و23 سنه لا بكلمك على ناس 17 سنه و18 سنه. اتفرج على ريال بيتيس امبارح منزل المدرب مطلع انطونيو ومنزل لاعب عنده 19 سنه. 19 سنه. 19 سنه ده كبير مش صغير. ولكن الفكره كلها لا ده ناشئ. يعني حضرتك يعتبر ناشئ، هو اتصعد ويعتبر ناشئ. احنا عندنا هنا بنقول عن ناشئ وهو عنده 24 و25 سنه ناشئ مين يا عم الحاج؟ ناشئ مين ده؟ كده عجوز. كده عجوز في الارض. 25 سنه يعني كبير ناضج يعرف يستلم يعرف يعمل. لا هنا اللعيب عنده معلش اصله ناشئ. الزمالك كان بيلعب ناشئين، الاهلي كان بيلعب ناشئين. يا ريت اللعيبه الصغيره تبص على الطموح بتاع بره وتعمله زيه، عشان نحس ان احنا عندنا ناشئين عموما في مصر. لان احنا ما عندناش ناشئين، وده واضح من المنتخب المصري وهو بيلعب، وواضح من المنتخب الكبير وهو بيلعب. واضح ان احنا ما عندناش بدله ولا عندنا حاجه. نتمنى الافضل للكره المصريه.